مساء الخير عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. هنعمل مع بعض النهارده حلا سهل وسريع وجميل جدا ومكوناته متوفرة عندنا في كل بيت بإذن الله. هنعمل مع بعض النهارده الكريب بالنوتيلا والكريب بصوص التوفي. اول حاجة في مكونات النهارده هنعوز 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، هنعوز كوبايتين الا ربع دقيق وعليهم رشة ملح، وكوبايتين وربع لبن، ويكون لبن صافي معلهوش اي ميه، و3 معالق زبدة مذابة وزيهم بالظبط سكر. تمام. اول حاجة هضيفها في الخلاط اللبن، وهضيف عليه السكر والزبدة، وهضربهم كويس مع بعض، وبعد كده هبدأ اضيف البيض والفانيليا. تمام. اهم حاجة في الخطوة ديت ان اللبن ما يكونش سخن ولا يكون بارد، يعني يكون اللي هو العادي يعني. وبعد كده هبدأ ان انا بعد ما ضفت البيض والفانيليا هضربهم بقى لمدة 5 دقايق كده ضرب متواصل. وبعد كده هبدأ اضيف الدقيق ده متعدد الاغراض، عليه رشة ملح بس تدريجي، وهضيف نفس الكمية، انا مش هنقص اي حاجة. المقادير دي مظبوطة جدا، ودي اللي انا شغالة عليها اصلا من يوم ما اتعلمت الكريب. تمام. هبدأ أضربهم بقى ضرب متواصل مدة 5 دقايق، وطبعا الضرب في الخلاط بيبقى أضمن حاجة ان الكريب معاكي ما يكلكعش أو يكتل منك. هنبدأ ان احنا نشتغل في العجينة، بس الأفضل ان انتي تسيبي العجينة ترتاح حوالي ساعة في الجو اللي احنا فيه ده. بيبدأ الدقيق بقى طبعا يعني العجينة بتبقى معانا متماسكة أكتر، وبتقدري تشتغلي وتتحكمي فيها أحسن كمان من انك تشتغليها على طول. تمام. هبدأ بقى اجيب طاسة تكون تيفال او تكون غير قابلة للصق يعني. هبدأ ان انا اسخنها شوية بس على نار هادية، وابدأ اضيف فيها معلقة زبدة بسيطة جدا جدا، حتى لو هي كانت لسه جديدة برضو معلقة الزبدة بتفرق في الطعم على فكرة، وبتبدأ برضو تعمل لنا الشكل اللي هو المعتاد للكريب، اللي هو الاحمرار ده. تمام. وهبدأ ان انا اضيف يعني بالكبشة كده في النص، وابدأ الف زي ما انتوا شايفين، واسيبها على نار هادية خالص. وبرضو معلومة حلوة قوي، انك لما بين كل كريباية وكريباية لازم تسيبي الطاسة ترتاح شوية، ما تخليهاش تبقى سخنة جامد، عشان لو سخنة قوي العجينة بتلزق معاكي على طول، وما بتبقاش حلوة في الشغل، يعني بتلزق في الطاسة كده على طول. تعرفي ان الطاسة سخنة جدا، فيستحسن تسيبيها تبرد شوية قبل ما تضيفي الكريباية التانية، علشان ما تلزقش منك في الطاسة وتمشي معاكي وتبقى سلسة. هبدأ اجيب بقى الكريب بعد ما خلصت يعمل معايا كمية حلوة جدا. هبدأ اجيب بقى اللي بالنوتيلا. هبدأ ان انا دي مش نوتيلا على فكرة، دي كان شوكولاتة سما، انا مسيحاها كده، مش متوفر النوتيلا فجبنا الشوكولاتة الخام وسيحناها، وبدأت ان انا اضيف طبقة النوتيلا عليها طبقة الفراولة، وابدأ بقى الف لفة الكريب العادية اللي احنا معتادين عليها. وبعد ما خلصت صوص الشوكولاتة هبدأ ان انا بقى اعمل صوص الكراميل. طبعا انا كنت مجهزاه وكنت عملته معاكم قبل كده في فيديو، هسيب لكم لينك الفيديو ان شاء الله في صندوق الوصف. وهبدأ بقى اوريكم عملت نفس الحكاية بالظبط، بدأت اضيف طبقة من صوص الكراميل. طبعا بيبقى حلو معاها قوي الموز، ولو مش متوفر صوص الكراميل ممكن تحطي زبدة السوداني، بتبقى تحفة قوي قوي برضو مع الموز. وهبدأ ان انا الفها كرول كده، وبعد ما اخلص الكمية هبدأ اضيف عليهم من فوق كده صوص توفي، او اي صوص انت عايزاه، بس يستحسن يبقى صوص توفي او زبدة سوداني، هتبقى تحفة قوي قوي. وده كان الشكل النهائي للصوص التوفي او صوص الكراميل. وديت النوتيلا وبالفراولة. اتمنى ان فيديو النهاردة السريع ده يكون عجبكم، بجد وصفة لازم تجربوها، وتقوموا تدوها كمان حالا وتقولولي رأيكم ايه. وان شاء الله فيديو النهاردة يعجبكم، ولو اول مرة تتابعيني انا ضحى الصادم من مطبخ دودو، لايك وشير للفيديو بقى، والف هنا وشفا.